شاب سميتو كريم، عمره 25 عام. ما دار والو في حياته. نهارو كيدوز بين النعاس، الماكلة والعادة السرية. كيشوف صحابو كيتقدموا، واحد خدام، واحد مزوج، واحد كيقرا، وهو باقي في بلاصتو. كل نهار كيقول غنبدل، وكل ليلة كيرجع لنفس الدوامة. كريم ماشي ما عندوش أحلام، بالعكس كان ديما كيتخيل راسو ناجح، خدام، عنده قيمة. ولكن في الحقيقة كان حاس براسو غارق في واحد الإحساس ديال الفراغ اللي كيكبر كل نهار. العادة السرية ولات عنده بحال الهروب، إلا توتر كيمشي ليها، إلا تضايق كيمشي ليها، حتى ولات هي الحاجة الوحيدة اللي كيعرف يديرها بلا تفكير. ومن بعد كل مرة نفس الإحساس، ندم، ثقل، وواحد الصوت داخلو كيقولو شكون غتبقى هكا. حتى جا واحد النهار كان عنده مقابلة خدمة صغيرة، ولكن كانت فرصة باش يبدأ. طول النهار هو كيقنع راسو هادي البداية ديالي، ولكن في الليل رجعات نفس العادة، وهو عارف باللي غتأثر عليه، ومع ذلك ما قدرش يوقف. منين سالا جلس ساكت، ما حس حتى براحة، غير كره راسو كتر. الصباح فاق ثقيل، عينيه مطفيين. مشى للمقابلة، ولكن كان خاوي من الداخل. الهضرة خرجات مقطوعة، والثقة ما كايناش. ومن خرج فهم كل شيء، ماشي غير الفرصة اللي ضاعت، ولكن حتى الإيمان براسو بدا كيموت. رجع للدار، سد على راسو الباب، جلس في الأرض، بقى ساكت مدة طويلة، حتى قال بصوت خافت: أنا ضيعت حياتي. داك النهار كان مختلف، حيت ما بقى فيه حتى أمل مزيف، غير حقيقة قاصحة. إلا بقى هكا غيبقى هكا. ومن تما خدا قرار، ماشي بحماس ولكن بألم: نجرب 90 يوم ونشوف واش نقدر نوقف. الأيام الأولى كانت قاسية، ماشي غير رغبة، ولكن الفراغ اللي خلاها. كان كيبغي يرجع ليها غير باش ما يحسش براسو. في النهار الأول الليل كان طويل، كيتقلب، كيتفكر، وكيحس براسو ضعيف، ولكن ما دارهاش. وبينه وبين راسو قال: واحد النهار داز. في النهار التاسع كانت حرب حقيقية. الأفكار رجعات بقوة. العقل ديالو كيقولو غير مرة واحدة ماشي مشكل. وقف قدام المراية، شاف وجهه تعبان، ولكن فيه واحد الحاجة صغيرة بقى فيها الأمل. قال: إلا رجعت اليوم عمري نخرج من هاد الدوامة. خرج كيتمشى بلا هدف، غير كيهرب، ولكن في الحقيقة كان كيبدا يواجه راسو. من بعد 30 يوم بدا واحد التغيير هادئ ولكن عميق. فاق نهار وحس براسو خفيف شوية، بحال إلا شي حاجة كانت ضاغطة عليه ونقصات. الطاقة مازال ماشي كاملة، ولكن رجعات بشوية. ولا كينوض بكري بلا داك الثقل الكبير، وبدا كيتحرك كتر. أهم حاجة تبدلات العقل ديالو، ولا كيبدا يفكر بوضوح كتر. ما بقاتش الأفكار مشوشة بحال قبل. بدا كيلقى راسو باغي يهضر مع الناس، ماشي بزاف، ولكن حتى سلام ولا عنده معنى. ولا كيجلس مع شي واحد كيسمع مزيان وكيجاوب بشوية ثقة. بدا كيحس بالحرج أقل، وما بقاتش الهضرة كتجيه صعيبة بزاف بحال قبل. مرة خرج مع واحد صاحبه وبقاو كيهضروا. تفاجأ براسو كيشارك في النقاش، كيعطي رأيه، كيهضر على مواضيع. ما كانش مثالي، ولكن ما كانش ساكت كيف ديما. ومن داك النهار بدا كيتشجع، ولا كيحس برغبة يتعلم شي حاجة جديدة. بدا كيتفرج في فيديوهات ديال اللغة، كيتعلم كلمات صغار. كان كيحس براسو بحال طفل كيبدا من جديد، ولكن هاد المرة كان فرحان بهاد البداية. كل نهار كيزيد كلمة، جملة، وبدا كيجرب يهدر شوية حتى إلا غلط.
ما بقاش كيخاف من الغلط كيف قبل. من بعد 60 يوم تغيير ولا واضح، ولا كيمشي للجام، ولا كيخرج يتمشى بانتظام. جسمه بدا كيولي نشيط، ووجهه ولا فيه حياة. الثقة ديالو طلعات، ولكن ماشي غرور، لا، غير واحد الهدوء. أنا نقدر نبدل. الهضرة ولات أسهل، ولا كيدخل في مواضيع، يناقش، يسول ويعبر. حتى إلا ما عارف شي حاجة ما بقاش كيخاف يقول ما فهمتش. والناس بداو كيلحظوا التغيير، ولكن هو كان كيعرف المعركة كانت في الداخل. من بعد 90 يوم كريم وقف قدام المراية، شاف واحد إنسان ماشي كامل، ماشي مثالي، ولكن حي، عنده أفكار، عنده طاقة، وعنده رغبة يعيش. ولا كيهدر، كيتعلم، كيحاول، وما بقاه هارب. قال بصوت هادئ: أنا ما تبدلتش غير حيت حبست عادة، أنا تبدلت حيت رجعت نعيش. وكريم اللي كان حاس حياته ضاعت ولا كيبنيها نهار بنهار، وبلا ما يحس ولا قريب لداك الشخص اللي كان غير كيتخيل.